كل اللي دخل البيت ده طلع يجري إلا لوجين. هي الوحيدة اللي دخلت ولسه محدش شافها لحد النهاردة. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس واكتب اسمك في التعليقات عشان هرعبك زي لوجين. كان في شارع في حتة قديمة في أسيوط، شارع ضيق مظلم بيطل على المقابر، وفي آخره بيت الكل بيخاف يبص ناحيته. بس لوجين بنت عندها 12 سنة، دماغها مليانة فضول. كانت كل يوم تعدي من قدام البيت، ولما كانت بتبص كانت بتشوف نور بينور الساعة 7 بالليل. وفي يوم سمعت صوت بينادي اسمها من جوه، صوت ناعم وهريب بيقول لوجين تعالي. لوجين فتحت الباب ودخلت رغم كل الناس كانوا بيقولوا لها ما تقربيش، لكن الفضول غلبها. البيت كان مهجور فعلا، بس النور اللي كانت بتشوفه كان لسه شغال منور لوحده من شباك في أوضة مقفولة. قربت وبصت على الحيطة ولقيت مكتوب لوجين، وفجأة كل حاجة اتغيرت. الأصوات زادت، البيت بدأ يهتز، وكان في صوت بيضحك من فوق. الباب قفل لوحده وهي اتحبست جوه. جريت قلبها كان هيوقف، بس وهي بتحاول تهرب لقيت باب صغير بات تحت الأرض نزلت منه. ومن اليوم ده محدش شاف لوجين، بس الجيران كل يوم بالليل بيشوفوا النور شغال، والساعة 7 حد بينادي من جوه يلا اشترك في القناة واكتب اسمك وانا هخليك تنام مرعوب.